أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. Terus Cisa. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين. ثم إلى رسينا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علوي علوي. ثم إلى أرواح جدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ووالنا وقائدنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى رسينا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفي الفقيه المقدم علي بعلوي. ثم إلى مشايخنا وجميع في مشارق الأرض مغاربها. ثم إلى أرواح العلماء والأولياء والصوفياء المحققين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى روح أبويا محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصوله وفروعه وتلامذته محبيه. ثم إلى روح ثم إلى روح صاحب الحول الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ومشايخه وأساتذته. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي أصوله وفروعه وتلامذته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسباب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
من بالصفا والوفاء تطلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعليه ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعليه ومن للحبيب عاشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زكية السلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام على مضلل بالغمامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله الأنبياء السلام عليك أتطال التقيا أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيد رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المنن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأوالم باطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه. يا مالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزد ودادي بدري الدجى يا زين أبيض خلو الخدين يا واسع العينين أهل ابتسامة بابها علامة يا سيد الكونين. انت حبيبي أراك والقاء وافرح بنداك
طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه صلوا على النبي محمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله ما لك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزن وداني بدري دجا يا زين لم يدخل والخندين يا واسع العينين أهلا ابتسامة بمها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاء وفرح ديننا طه جد بنظر إلي يا عظيما طه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله يا ابني عليل وليلي علي طويل اسمك يا غالي دايما في بالي من شوقي لك يا جميل صلي عليك ورناك والقاء أنسي وبراء تشفى جروحي تتهنى روحي من بعد ليل صباح يا حبيبي أراك والقاء وفرح بندى طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله القرآن سامي أجلو خبث الأرض ونفسي وفردي ومن الآيات تنافي سوائل يا مولا لا قولا رسولك به أولى وسيبلغ بالدنيا قولا بقرآن
samdi ajru khabathari wa nafli wa bardi wa minal ayati sanafairi sawahidu ya maula filalala kaula nasru kitabi aula wa sayabluhu bi dunia kaula nukatu alalan natakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil alalan natakhalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil inal Qur'anu tajalla sultanu li nafsi tawalla inal Qur'anu tajalla sultanu bi nafsi tawalla wanzal samdi adlu khabathari wa nafli wa bardi wa minal ayati sanafairi sawahidu ya maula bilalala kaula nasru kitabi aula wa sayablugu bi dunia kaula betul natawalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil natawalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil natawalla an miladil mabrur sajil tarikh wujudi min ba'di hayatil inal Qur'an tajalla sultanu li nafsi tawalla inal Qur'an tajalla sultanu bi nafsi tawalla wanzahal samdi adlu khabathari wa nafli wa bardi wa minal ayati sanafaidi sawahidu ya maula bilalala kaula nasru kitabi aula wa sayablugu bi dunia kaula Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi' tajalliyan qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi sallallahu alaihi falahul hamdul lazi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikasrati tardad haitsu abaraza min alamil imkan surata hadal insan sallallahu alaihi liyatasharrafa biwujudihi saqalan wa tantasira asraruhu fil aqwan fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabi fadlillahi ala hadal habib ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala jalla man syarrafal wujuda binuri ghamal kauna bahjatan wa jamala sallallahu alaihi
قد ترقى في الحسن أعلى مقامه وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله قريب بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءه رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يؤرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينفجت في قلبه نور سر تعلقه به ويكبه فيكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بشرى لنا نيلنا المنى زل العنا وفالهنا بشرى لنا نيلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده
نلنا المنى دار العنا والهنا بشرى لنا نلنا المنى دار العنا والهنا والدهر أن زواله والبشر أبهام علنا النفس تجيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس تجيبي باللقاء يا عين قري أعينا جمال مصطفى ورولا هتلنا بشرنا إلا المنى دار العنا والهنا بشرنا إلا المنى دار العنا والهنا والدهر أن زواله والبشر أدهام علنا طيبة ماذا نقول وفيك قال الرسول طيبة ماذا نقول وفيك قال الرسول وكلنا الوصول لمحمد نبينا بشرنا إلا المنى دار العنا وبرنا بشرنا إلا المنى دار العنا وبرنا والدهر أن وعده والبشر أبهام لنا عوني وحسبي ما لي سواه ربي عوني وحسبي ما لي سواه أما والله مقاصدنا وزال منا جميع الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه ببركة نور شافعنا جود وفضل بيننا الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Amma falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim bizuhur asrarit tahsis lil basharil karim sallallahu alaihi. Bitaqdim wa takrim nafazatil qudratul bahirah min ni'matil wasiyati wal minatil ghamirah fanfalaqat baydatut taswir fil alamil mutlaqil kabir an jamalin masyhudin bil ain sallallahu alaihi awin liwasfil kamalil mutlaqi wal husni tami wazzain fatanaqala zalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun sallallahu alaihi. Kama min sulbin dhammah illa wa taman alaihi min Allahin ni'mah fauhal kamarutamul ladzi yatanaqulu fi buruji la tasharfa bi maut istiqrari wa mawdi'u khuruji sallallahu alaihi. Faqad qadatil aqdarul azaliyatu bima qadat wa asharat min sirri hadzal nuri ma azharat wa khassasat bihi man khassasat sallallahu alaihi. Fakana mustaqarruhu fil aslabil fahirah wal arhami syarifati tahirah hatta baroza fi alami syahadati basharal lakal bashar sallallahu alaihi. wa nurun hayarul afkaru zuhuruhu wa bahar wa ta'allaqat himmatur rakili mihazil huruf bi an yarkuma fi hadzal qirtasi ma huwa ladai min ajaib zalika nuri ma'ruf sallallahu alaihi. Wa in kanatil alsunata fi bi ushmi sari awsaf zalikal mawsuf taswiqan lisamin min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin sallallahu alaihi. Wa illa fa anna tukribul aqlam an syu'uniril anam walakin nazani la tadwini ma hafiztuhu min syari asrafil mahlukin ama akramallahu bi fi maulidihi min al-fadil allazi amal alamin wa baqiyat rayatu fil qani mansuratan ala marril ayami wasyuhuri wassinin sallallahu alaihi. da'i ta'alluqi bihazil adratil karimah wala yutasawwiki la sama'i awsafil azimah wala Allah yaqau bil mutakallima was-sami' wa yadulani bi syafa'ati hadan nabi syafi' wa yatarawahani bi rawi zalikan na'im. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. وقد آن للقلم أن يقط ما خرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أصل الشمائل. وهنا خصنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتندى في أدائك الأسماء الأصار. وقد بلغنا في الحديث المسورة أن أول الشيء خلق الله هو النور الموضع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق مرز في العالم ومن تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما قد سبق وما تقدم
صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن أبي الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاقة وفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستورد هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل جاد العلم قديم إلى من قصص بتقريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي في المخاوف في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الفالق إلى بطنها ورمته الشهوة بمؤونة الله محافظة على أكيات درة وصنيا فعملت برعاية الله كما ورد أنعم رفيفا لا تجد له سقلا ولا تشكو منه ألما ولا إله صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروده إلى عالم شهادة للتنبير تعالى هذا العالم فيودة فضلي وتنتصر في أثر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. المسك فاه المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاه المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله نور الله لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاه المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله نور الله لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاه المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا زهراء. الله مقاصدنا ومنا جميع الهم الله مقاصدنا ومنا جميع الهم النور شافعنا جود وفضل علينا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا. المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاه المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا زهراء. وقد بذكر مساربنا واتقنا له علينا. وقد بذكر مساربنا واتقنا له علينا ببركة نور شافعنا وكم تكرم وكم أنعم
نعم وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم المسك باهي المسك باهي لما ذكرنا رسول الله والنور الله نور الله لما حضرنا أبا زهراء المسك باهي المسك باهي لما ذكرنا رسول الله والنور الله نور الله لما حضرنا أبا زهراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ ولقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرات المحسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بالقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوفة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. فأثر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بحبك وبريدك الله واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما في إلا اثنين. حبيبي محمد ما في اثنين. هم سكن قلبي بزين كل اثنين. جماله دلال من غد جلال جماله دلال بالغصب جلال عليك عندمان تشوفهم ابنين يا حبيبي. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية هدية برب البرية. يا أجمل هدية هدية بالرب
رب البرية لكل الدنيا هدية يا جد الحسنين ما ولد قمرها وكل مناورها وانت قمرها وكل مناورها وفتح أسرارها يا جد الحسنين يا حبيبي بحبك وبرينا وسمعنا بوسينا ودامع ومرينا يا جد الحسنين بحبك وبرينا وسمعنا بوسينا ودامع ومرينا يا جد سبحان من ذكرهم عز لذاكرين فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكرهم عز لذاكرين فهو الجالس له الله الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له الله الله مجالس ذكري روضة الجنان فما يغرد فيها راتيان فالغرد مواه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له الله 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 حي الله حي الله حي الله حي حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا الله حي يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الايام ان انظر الحجره مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء الله كحوضا وكوثرا يا إمام الرسل يا
صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا سندي أنت باب الله معتمدي باب دنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب والولي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطر الجود إليه على آله الوجود تسيل وألسنة الملائكة بالتبصير عالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة الكسفت كنا أحدا مسلول ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أطم الله عليه نعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيزا لجنابها مصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فعجبت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الرعين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا
بوجود المصطفى من الله ولي آل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاتربو يا المثاني الله استبيء بجمالي فقبل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس أنفعت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلي يا ربي على النبي الأمينة المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين لرب كل حمد فلرب كل حمد جل يسوع العاد الله الله اذهب نبي وجودي اذهب نبي وجودي المصطفى هادي محمد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة من أتانا بالبراهين الله يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبك يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله
إجينا للزيارة قاصدين نرتقي من الشفاعة عند رب العالمين سبيلي كي بناس ونور الشام أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا آمين آمين الله آمين بجاهي في جواري خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله تغشى يا مولاي أشرف الرسل محمد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا وسلام مستمر يا مولاي بالله يا كجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا ربي صل عليه وسلم يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الله 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 Allah. Di hadapan kita ada 6 anak kita. Siapa? Ada 7 anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan cidahnya, oleh yai dan neneknya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, anak-anak yang diberikan nama ini dengan nama yang bagus. Pertama, Syarifah Zainab binti Ahmad Lutfi bin Faisal bin Ahmad bin Syihab. Kemudian yang kedua, Ahmad Rusdi bin Adib bin Ahmad Hasan bin Muhammad Fardi. Ketiga, dengan nama Hassan bin Muhammad Hadirin. Allah. Kemudian selanjutnya
الشريفة عائشة لبيبة بنت علي Al-Uraidhi Al-Habsyi. Nah, kemudian selanjutnya Muhammad Riyadi. Muhammad Riyadi Ibrahim bin Mahmud. Mana lagi? Muhammad Riyad. Siapa namanya? Muhammad Riyad. Muhammad Riyad bin Mahmud. Masya Allah. Semoga anak-anak yang diberikan nama tersebut akan menjadi anak yang saleh, salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Insyaallah hafizin lil Quran, hafizin lis sunan, mahfuzah minal ain. Semoga juga jadi qurratu ain li sayyidil kaunain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila Hadratun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurrahum wa afiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Allah Sadaq. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para al-habaib wal asatidz,
Masyaallah hadirin, bil khusus para habaib, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita akan menyaksikan akad nikah antara Muhammad Ja'far Shadiq bin Faisal bin Mustafa Barakbah dengan Syarifah Nurjana binti Alwi bin Muhammad Al-Kab. Adapun kedua saksi yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Adapun sebelum akad nikah akan kita dengarkan bersama khutbah nikah sekaligus pembukaan. Adapun maharnya yaitu uang 500.000 rupiah. Bukan rokok, bukan rokok. Untuk memulai acara ini kita mintakan Fadilatul Habib Ustaz Ad-Da'ilallah Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab untuk pembuka Fatihah dan sekaligus khutbah nikah. Ali fadhil. نوينا مثل ما نوى أطلافنا الصالحين في تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويجعل في قدومهما قدوم الخيرات والبركات ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبوب بقدرته المطاع بسلطانه المرهوم من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وجعل عظمته جعل المصاهرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حل النكاح وننبه إليه وحرم السفاء وأود العذاب عليه فقال سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم العمر يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن الله. قولوا تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. نستغفر الله من ترك الصلاة، نستغفر الله من التقصير بالصلاة، نستغفر الله من ضمن الخلق، نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. قولي هذا أستغفر الله. Bareng-bareng peloknya. Bareng-bareng peloknya. Oke deh. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu. Wassalatu. Wassalamu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa sahbihi. Ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum. Ibadallah. Ibadallah. Wa nafsi. Bitaqwallah. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ya Sayyid. Ya Sayyid. Muhammad. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq. Bin Faisal. Bin Faisal. Barakba. Uzawijuka. Ala. Ma amrullah. Ma aramlahu. Bihi. Min imsakin. Bi ma'rufin. Aw tasrihin. Bi ihsan. Ya Sayyid. Ya Sayyid. Muhammad Ja'far Shadiq. Muhammad bin Ja'far Shadiq. Muhammad Ja'far Shadiq. Muhammad Ja'far Shadiq. Bin Faisal. Barakba. Zawwatuka. Wa ankahtuka maktubataka bataka ibnati syarifah nurul jannah bil mahr 500 alaf rupiah 500 alaf rupiah naqdan qabiltu tajwijaha wa nikahaha bi mahril mazkur. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma fi khair wa ja'ala fi kudumikuma kudumul khairat wal barakat wal masarrat wa yukhrij minkuma al katsir at tayyib wa yushib lakuma al lutf was sihah wal afiyah wa yarzuq lakuma arzaq al hissiyah ma'nawiyah bihaqqi rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salaman.
Kalau kau di اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سهاب إنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن قدم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل هدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mahadur Riyad Sayyidul Walid Abu Hamid bin Umar Al-Habsyi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Habib Al-Ustad Umar bin Abdul Aziz bin Syahaf, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, yang kami hormati serta kami muliakan juga tamu dari Kota Tarim, Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Mahdi bin Habib Abdullah Asyatiri, Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid, Al-Habib Ahmad bin Anis Basyuro. Yang kami hormati juga Al-Habib Al-Ustad Husaini bin Helmi Al-Kaf, serta para habaib, para masyaikh, para asatis, para penjabat pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan para bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala riyadal jannati lisalikina tariqatal ahlil widadi wa naddara wujuhal muttaqinal muhlisina min ibadi, wassalatu wassalamu ala man kanal istighfar wal azkaru min awradi Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara peringatin Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan HUT Pesantren Ariyat yang ke-51 serta Hall Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang ke-39 yang bertepatan pada tanggal 5 November 2022 atau 10 Rabiul Awal 10 Rabiul Akhir 1444 Hijriah sebagai berikut. Susunan acara yang pertama, pembukaan yang telah kita buka dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dibaca oleh santri Pondok Pesantren Ariyat serta diiringi oleh grup Hadroh Syababur Riyad yang tadi telah kita saksikan sama-sama akad nikah dan tasmiyah oleh Buyut Sohibul Haul. Dilanjutkan susunan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini
akan dibacakan oleh saudara Dafa Padaya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawaban dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan susunan acara yang keempat, yaitu Yasin, tahlil dan doa.
yang akan dipimpin oleh Fadilatul Ustadz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bi qiraa'ah khatm al-Quran wa tahlil wa tasbih wa salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. نهدي ثوابه ونقدمها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وثلاثه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين من الأرواح يا أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم من صحابتي أجمعين جميع بال الله الصالحين ما إلى رسول المهاجر الرحمن بن عيسى وابني وبديل اسمه وشهد الأعظم سنة المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلم وفرهم والمقدم الثاني بن عبد الرحمن سكاب ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوي مكان من شرك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مدقة من هذه المؤسسة في الحاضرة جزيرة البلاد من الأبي علوي العلماء والأولياء والصالحين سيد الحبيب حامد بن علي بن الحداث وأخوه أبي محمد وولد أبي حسن ثم إلى الحبيب علي بن شيخ سكاب ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد النور ثم إلى الحبيب أحمد بن حميد الكاو ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن حسن حبيب حسن بن عبد الرحمن البحسين ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحسين ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى الحبيب بن شريف علي ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى روح بانغيران شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى روح بانغيران شريف قاسم بركبه وصولهم وفروعهم خصوصا إلى روح صاحب الخال الحبيب الصالح العابد الصالح الذاكر جدنا البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وزوجاته وأولاده وبناته وأحفاده وأصباته وذريته وسلم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ثم إلى أستاذنا ملادنا من ربنا عند الله الحبيب أحمد بن عبد الحبشي والحبيب علي بن الحبشي وإلى أرواح جميع من يكون بخدمة هذا المعهد مشايخنا معلمينا أساتذتنا أحبابنا وذي الحقوق على أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته والدينا ووالدكم خاصة وأنباتنا أنبات المسلمين عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة ويسكنهم جنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله واحد والمعوذتين إلى اجتمعنا ها هنا بسبب من الرحمة برحمة القيوم جدنا على البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأموات أمات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. الرحمن الرحيم محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر. أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العلى الرفيعة وبعض المقام محمد الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. اللهم نسألك العفو والعافية متدائما في الدين إلى الآخرة. بوفي الدين ولدي يا رب وفي 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 الدين ولدي يا رب مقام ربين صغيرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونودي هذا ثوابها إلى حضرة حبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأطراته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ومن إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين. ثم إلى رسل المهاجر الرحمن بن عيسى وابنه وبيد الله وسلم وبرم وإلى رسل الأعظم سيد البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلم وبرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن صقاف. ثم إلى أرواح جميع الأبطال والأنجاب والأوتاد الأبطال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأولياء الصالحين والحاضرين والشمل أجمعين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل السبت المحققين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح متقدم من هذه المؤسسة وهذه الحارة وذي الجزيرة وذي البلاد من آل أبي علوين العلماء والأولياء والصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنته برحمته. ثم إلى أرواح من ذكرناهم ولم نذكر منهم أن تعانموا بهم وبالخصوص إلى صاحب الخول الحبيب المرحوم برحمة القيوم جدنا البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنته برحمته. والدنا ووالديه خاصة أمواتنا أموات المسلمين ما أوصل لهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه. اللهم اجعله فكاكا له من النار وإتقا له من النار وسترا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Ma'asyiral habaib wal asatis yarhamni wa yarhamkumullah. Acara selanjutnya yaitu doa birrul walidain yang akan dipimpin oleh Fadilatul Habib Al Ustadz Muhammad bin Abdullah Al Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal mashkura.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما وصناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهم وسيء إصرارهم، وارحم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتعملهم بها يوم الفزع إلى نشورهم. اللهم تحنن على ضعفنا كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا في حال صغرنا متعاطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا لنا راعين، أفضل ما جازيت السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا فيه من حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجرنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الحوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اشترعوا لنا وسعوا علينا، والتب بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على ضعفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وما تحملناه من التبعات، فلا تلهقهم بنا منا بذلك حوبا، ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة، ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في أسكن الأموات بما نحدث من المخزيات ونعتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة، ولا توفقهم منا على موقف الافتضاح بما نشتره من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من كتاب تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أجسامنا، وسحمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المعمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين
يوم تقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin al-ahibba wal a'izza yarhamni wa yarhamkumullah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Shahibul Haul yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Akhina Muhammad Fauzan bin Faisal Shahab. Kepada beliau segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqibu Sayyidil Habib Al-Barakah As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-muwaffiqi lil 'abid wal mu'in lahum 'ala ta'ati wal ibadati wal fi'lil hamid. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وعظيمنا وقرة أعيننا ووسيلتنا العظمى إلى ربنا حبيبنا محمد الشهيد السعيد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اكتفى أثرهم من يومنا هذا إلى يوم الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. نسبه رضي الله عنه هو الحبيب الصابر الشاكر السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل بن حاشم بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن محمد أساد الله بن حسن الترابي بن علي بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب مرباد بن علي خالق قاسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد بن علي الأوريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولادته ونشأته رضي الله عنه. ولدته أمه الهبابة الصابرة زينة بنت الحبيب العابد الصالح الصائم الدهر محمد بن علي بن حسن بن حامد بن علي بن عبد الله بن علوي الحداد بحارة 13 أولو عام 1310 هجرية. توفي والده وهو صغير ونشأ يتيما في حجر والدته مع كريمته فاطمة وأخيه عقيل. وتعلم القرآن الكريم وهو في عمر 5 سنوات. ومن بين معلمه السيد محمد بن هاشم بن طاهر وعبد المناف القاري. خروجه إلى حضرموت ومدة جلوسه وما حصل له هناك. خرج رضي الله عنه إلى حضرموت في سنة 10 بطلب من حبيبه الحبيب علي بن عبد الرحمن المنور مع إخوانه الحبيب عقيل بن علي المنور والحبيب عمر بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الرحمن بن علوي بن شيخ السقاف والحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب محمد بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن حامد الحامد بن إسعاف والحبيب أحمد عيدروس بن حسن الحبشي. ونشأ بها تحت حضانة ونظر سيد الحبيب القطبي الرباني العارف بالله والدال عليه الإمام ابن الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي وهو يحبه ومحبوب عنده وحامل من شفته إذا أراد الحبيب الغسل وأمره بالغسل بعده في بركته الخاصة الفائحة بالدخون والعود. وحصل منه الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والبركة. واجتمع بأولاد سيد الحبيب وهم عبد الله محمد وعلوي والحبيب شيخ بن محمد الحبشي وبالعمرين الحبيب عمر بن محمد مولى خيلة والحبيب عمر بن حامد السقاف. واجتمع بالحبيب العالم العامة السيد أحمد بن حسن العطاس وحصل منه النظر والبركة. رجوعه من حضرموت
بعد 4 سنوات تقريبا أمره جده الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن محمد المنور بالرجوع إلى فالمبان لخدمته، وظل يخدمه بالخدمة التامة لا أقل من 50 عاما. أخلاقه رضي الله عنه: كان رضي الله عنه صابرا حليما حكيما شديد الحياء والتواضع، مقتصدا في جميع أموره وحالاته، محبا للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والضعفاء، ويواسيهم بالأفعال والأقوال، ومحب الخيرات والصالحين والسعي فيهم. انتقاله إلى رحمة الله، وتوفي رضي الله عنه عشية 29 ربيع الأول العام 1404 هجرية في بيته المبارك، ودفن عشية الربوع بجوار والدته الهبابة زينة بنت الحبيب محمد بن علي الحداد، وزوجاته الهبابة فاطمة بنت الحبيب عمر المدهي، وشريفة زهرة بنت الحبيب عثمان بن يحيى رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه الجنة دار القرار بجوار جده المختار وآله الأحرار وأصحابه الأخيار، واخلفه علينا وعلى المسلمين وعلى معهده الرياض بخلف صالح آمين. بشارته رضي الله عنه من شيخه الحبيب الإمام العلامة علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه في بناء المعهد، وقد بشره مولاه الكريم في أواخر أيامه الشريفة بعد إقامة بالحرمين الشريفين بقيامه معهد الرياض الشريف المبارك، ولعله بإشارة من شيخه سيد الحبيب الإمام علي بن محمد الحبشي صاحب المولد رضي الله عنه وأرضاه أحسن الرضا، فهو رضي الله عنه مؤسسه وناظره إلى آخر حياته. وأما تسمية معهده المبارك بالرياض فذلك لما ورد عن جده الحبيب الأعظم وسيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وعنه أيضا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وقال بعضهم في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم مجالس العلم ومجالس الذكر أن معناه مجالس الحلال والحرام. وقد قال العلماء والأمراء الذين رأوا معهدنا الرياض وشاهدوا جهودنا وجهادنا أن المرحوم يشمل كمال مقتضى الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له. فبناء المعهد هو الصدقة الجارية، وعلوم الدين التي يتلقاها الطلبة المباركون من معهدنا هو العلم الذي ينتفع به، والطلبة الذين قد انضموا إليه هم أولاد الآخرة الذين يدعون لنا ولسيد المرحوم المؤسس رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه بمن مولاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek. Ma'asyiral habaib wal asatid yarhamni wa yarhamkumullah. Susunan acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mudirul Mahad Ar-Riyad 13 Ulu Palembang yang diwakilkan oleh Fadilatul Ustadz Husain bin Toha Al-Habsyi LCMA. Kepada beliau segenap hormat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تحصل الغايات والنهايات، وبكرمه تزيل الخطيئات والسيئات. والصلاة والسلام على سيد السادات، سيد في الأرض والسماوات، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه سادة القادات. أما بعد، معاشر الحبائب والمشايخ والأساتذة والإخوان رحمني ورحمكم الله.
ونخص بذكر مدير المعهد فضيلة الأستاذ الحبيب أبويا حامد بن عمر الحبشي، ونخص بذكر فضيلة الحبيب عبد القادر جيلاني بن محمد مهدي الشاطري ومن معه. نتشرف بحضوركم أهلا وسهلا في معهدنا الرياض. وكذلك نخص بذكر فضيلة الحبيب الأستاذ محسن بن عبد الله الحبشي، وفضيلة الأستاذ الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب، وفضيلة الأستاذ الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي، وفضيلة الأستاذ الحبيب عبد الرحمن بن حسن الحبشي، وفضيلة الأستاذ الحبيب Syukri bin Ali bin Syahab. Begitu juga berada antara kita para syiban, para guru kita Ustaz Syaugi Al-Kaf dan para guru lain syiban yang lain, ustaz yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak akan pernah menghilangkan takrim, ta'zim, cinta kami kepada antum sekalian. Begitu juga hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Faqir mewakili daripada Mudirul Ma'had Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, begitu juga segenap daripada keturunan anak cucu sahibul hal Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi mengucapkan kepada antum sekalian terima kasih yang tidak terhingga atas luangkannya waktu antum untuk hadir di acara hall yang seperti ini. Maka kita minta agar kita dapat berkah daripada berkahnya sahibul hal, dan mungkin sedikit memberitahu bahwasanya sahibul hal adalah muassis yang membangun, menggagas pesantren Ariyat yang kita duduk sekarang ini, dan beliau juga mimman adraka wa talammada bil Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Beliau ini adalah murid yang bertemu langsung dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngarang kitab Maulid Simtud Durar. Ini beliau fotonya ada di depan. Beliau adalah murid langsung, duduk langsung, bahkan khidmat langsung sama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Ini beliau ada bersama kita, kita minta berkah karena disebutkan bahwasanya beliau ini murid daripada Al-Habib Ali, dapat jaminan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kita minta agar kita dapat jaminan tersebut, biar kita keluar dari sini kita dapat hadiah oleh-oleh daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Dan tak lupa pula kami memohon maaf kalau sekiranya kurang daripada fasilitas, kurang daripada penyambutan, kurang daripada jamuan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu atas lancarnya daripada majlis Sahibul Hal ini, yang insya Allah pasti kita keluar dapat berkah daripada Sahibul Hal. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal asatis yarhamni wa yarhamkumullah. Susunan acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada siang hari ini, yaitu tausiah agama, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Al-Ustadz Husaini bin Helmi Al-Kaf. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته ومرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di tempat, di waktu, di perkumpulan yang sangat dimuliakan Allah. Perkumpulan yang tidak kita ragu akan turun keberkahannya Allah, akan turun rahmatnya Allah, akan diampunkan insya-Allah kita yang duduk di tempat di sini, dan insya-Allah tempat-tempat seperti ini akan menjadi saksi nanti di hari akhirat bahwasanya semasa kita di dunia kita pernah duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan bersama mereka-mereka yang juga dimuliakan oleh Allah, dan untuk mengenang orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu istiqamah berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib al-muhtaramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mudirul ma'had Habibana Al-Habib Hamid Ibn Umar Ibn Abdurrahman Al-Habashi, dan juga Habibana Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Bin Shahab, juga Habibana Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habashi, wa Habibana Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habashi, Al-Habib Saugi Al-Kab, dan para habaib yang lainnya, Abnaul Mustafa, Dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah dan akan mulia juga mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah, dan para habaib asatidzah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama anda sekalian, nama antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sama antum sekalian. Wabil khusus Habibana duyufunal kiram Al-Habib Abdul Qadir Jailani Ibn Habib Muhammad Mahdi Ibn al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Umar Asy-Syatiri, mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bihi wa bi'ulumih fid darain amin. Al-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang kita tahu sangat dimuliakan Allah, tempat yang sangat disukai oleh Allah dan disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk menunjukkan akan bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Bahkan disebutkan dalam firman-Nya, Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua, niscaya kita pasti tidak akan bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Tapi kita selaku hamba yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala haruslah mensyukuri nikmat tersebut, karena dengan kita mensyukuri nikmat tersebut Allah akan tambah nikmat dan diberikan keberkahan, dan akan Allah tetapkan nikmat tersebut kepada kita. Bahkan tidak usah kepada Allah, kepada manusia saja yang berbuat baik kepada kita, kita harus berterima kasih. Disebutkan dalam satu hadis Nabi Muhammad qala alaihi salatu wassalam, man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita duduk di waktu yang sangat mulia ini untuk menunjukkan bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Galab bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan salasu ayat nazalat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada 3 ayat yang Allah turunkan berbarengan dengan 3 ayat yang lainnya. La yaqbalullah minha wahidatan bighairi qarinatiha. Allah tidak akan terima daripada satu ayat jikalau kita tidak mengerjakan atau menjalankan ayat yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama ihdaha qauluhu ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Ayat yang pertama yang diturunkan berbarengan dengan 3 ayat yang lainnya, yaitu yang pertama wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kita diserukan oleh Allah untuk mentaati Allah dan juga untuk mentaatin Rasul. Taat kepada Allah dengan cara gimana? Dengan cara kita mengerjakan semua perintah Allah dan terus berusaha untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghidupkan syariatnya beliau, dengan kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu ayol ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ayat Allah qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kita semua cinta kepada Allah, syaratnya apa? Ikutin Nabi Muhammad, ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ragukan lagi. Pada hari yang penuh dengan barokah, kita kumpul untuk memperingati haul salah satu daripada zuriyah Nabi Muhammad, kebanggaan Nabi Muhammad, Al-Habibana Abdurrahman bin Abdullah Al-Habashi. Tidak kita ragukan lagi, beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Rasul. Beliau adalah orang yang sangat mencontoh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak kita ragukan lagi akan keberkahan, kemuliaan daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Disebutkan oleh Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, qala Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, ma wasala ahadun ila Allah illa billah wassabilu ila Allah wassabilu ila al-wusuli ila Allah mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Junaid berkata dalam perkataannya, ma wasala ahadun ilallah illa billah, tidak sampai seseorang kepada Allah terkecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wassabil ilal wusul ilallah, dan jalan untuk seorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mutaba'atul Mustafa, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi saya katakan tidak diragukan bahwasanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi ini seorang yang sangat mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Imam Al-Haddad berkata dalam perkataannya, galal Imam Al-Haddad, galal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam perkataannya, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Imam Al-Haddad berkata dalam perkataannya, walzam kitaballah, lazimkan kitabnya Allah Al-Quran, teruslah kita berpegang teguh dengan Al-Quran, jangan kita tinggalkan Al-Quran,
jangan kita keluar dari aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Watba' sunnatan, ikutin sunnah Nabi Muhammad, hidupkan ajaran syariat Nabi Muhammad. Waqtad hadakallah bil aslafi, dan ikutinlah aslaf, salafuna soleh. Maka dengan kita mengikuti aslafuna soleh, maka kita akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk kita mendapatkan kecintaan daripada Allah yaitu ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin salaf. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habish, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dalam perkataannya beliau katakan, ma ra'aitu amalan min a'malihim wala adatihim illa walahu aslun wa musanadun fi sunnah aw kama qala alaihi salatu wasalam. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu wa ma ra'aitu amalan min a'malihim, tidaklah aku melihat amalan daripada amalan-amalan para salaf, para aslafuna saleh, wala adatihim, dan juga tidaklah aku melihat daripada adat-adatnya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, illa walahu aslun, terkecuali punya dasar, punya rujukan, dan juga bersandarkan kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, haruslah kita ngikutin Nabi Muhammad dengan kita mencontoh salaf-salaf kita, karena salaf kita tidak ragukan mereka adalah orang yang sangat-sangat mengikuti Nabi Muhammad. Tadi dengan kita ngikutin Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah. Bukan hanya kecintaan daripada Allah, kita juga akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat yang turun berbarengan dengan ayat yang lainnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Faman shallah wa lam yuzakki lam yuqbal minhu, barang siapa yang hanya salat tapi tidak zakat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, as-salisa qauluhu ta'ala, anishkurli wa liwalidayka, hendaklah kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Hendaklah kamu berterima kasih kepada aku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tua kamu. Siapa orang yang hanya berterima kasih kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka terima kasihnya, syukurnya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dzurriyyatul Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Ini insyaallah menunjukkan bukti syukur mereka kepada Allah atas kebaikan Al-Habib Abdurrahman. Sesuai dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, qala alaihi salatu wasalam, idza mata ibnu adam in qata amalih illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lah. Apabila telah meninggal anaknya Adam, terputus amal perbuatan, amal-amal yang lainnya, terkecuali 3 amal yang tidak terputus, terus mengalir daripada pahala keberkahan. Ini amalan yang pertama, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Al-Habib Abdurrahman, muassis, pendiri daripada ini pondok, terus mendapatkan pahala daripada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, diamalkan dan diajarkan. Yang terakhir, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini salah satu kemuliaan daripada Allah, juga sesuai daripada yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi dalam satu perkataannya, qala habbah idza barakal maula tulaqi hubub, satu benih apabila mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan, ditimbulkan benih-benih yang diberkahi oleh Allah. Ini Habib Abdurrahman jelas, anak-anaknya, keturunannya menjadi pendakwa-pendakwa yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk di Al-Faqir terkhusus dan antum sekalian. Lastu ahlan lil faqir an atakallam amamakum illa walakin narju an-nazar wa du'a wal barakah minkum minal habaib wa bil khusus minal Habib Abdul Qadir Jailani ibn Habib Muhammad Mahdi Asy-Syatiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ad-Da'i ilallah
Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah Asyatiri yang diterjemahkan oleh As-Sayyid Ahmad bin Anis Basura. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Jailani memulai tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sedang memiliki nikmat yang tertinggi dan terbesar, yaitu nikmatul Islam yang ada di muka bumi ini. Dan semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makin menambahkan nikmat tersebut. Dan alhamdulillah juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita, karena tidak ada ilmu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. وما بكم من نعمة فمن الله، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة يا إخواني، على هذا الاجتماع في هذا المكان المبارك وهذا المجلس المبارك وهذا المعلم المبارك الذي قال فيه الإمام الحداد وينطبق عليه: منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة. Maka alhamdulillah juga kita berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dan tidak diragukan lagi tempat ini adalah tempat yang penuh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mana tempat ini, perkumpulan ini, sama yang dikatakan oleh Imam Haddad, ini merupakan tempat para cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mencintai mereka kita akan beruntung hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. وما هي إلا دعوة لنا من الله سبحانه وتعالى، دعوة ربانية نبوية سلفية حبشية. Dan yang perlu kita ketahui, ini merupakan undangan secara hakikat, yaitu undangan dari Allah Subhanahu wa taala, undangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, undangan dari para aslafun as-salihin, wabil khusus keluarga besar Al-Habsyi. فاشكروا الله على هذه النعمة إذ حباكم الله بها يا أهل إندونيسيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. Bersyukurlah kita wahai orang Indonesia, yang mana kita memiliki kecintaan yang besar kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki majlis-majlis seperti ini. فقد طبت أصقاع إندونيسيا كثيرا من البلدان في إندونيسيا والجزر، وما شاء الله تبارك الله كلها تزخر مثل هذه المجالس العظيمة ما شاء الله تبارك الله. Yang mana alhamdulillah kata beliau, saya sudah keliling Indonesia, dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia, luar biasa. Dari tempat ke tempat banyak majlis-majlis yang penuh keberkahan seperti majlis seperti ini. وبهذه المجالس وبالذكر والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله لكم هذه البلاد. لم يكن عندكم الكورونا، وباء الكورونا قد ارتفع عندكم بواسطتكم أنتم يا أهل بيت الله النبوي، وبواسطة هذه المجالس التي أسسوها الرجال الكبار، الرجال المطعمين لمن أمهم في الخصب والمحن. Yang mana alhamdulillah dengan majlis-majlis seperti ini kita isi dengan membaca tasbih, tahlil, zikir, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu menjadi penyebab
penyebab hilangnya bala musibah. Wabil khusus corona kemarin di Indonesia dikatakan corona ada tetapi seperti tidak ada. Ini apa keberkahannya? Karena keberkahan banyak di Indonesia, anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan yang ada di negeri kita. Imam Al-Haddad ar-rijal al-mut'imin liman ammahum fil khusbi wal mihan. Yang mana Imam Al-Haddad mengatakan banyak laki-laki yang mereka betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan mereka kita bisa hidup. Luz bihim fi kulli naibatin wad'u dzal 'arsy bihim was'ali. Maka mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu dijaga. فلم يحصلوا على هذه المقامات وهذه الأنوار. هذا المكان أرى فيها القدم ما شاء الله والنور والأسرار والأنوار في هذا المبنى المبارك. Dan subhanallah kata beliau, banyak di Indonesia, wabil khusus di tempat ini yang luar biasa. Kelihatannya bangunannya lama tetapi luar biasa. Banyak ketenangan di tempat ini, cahaya-cahaya sir-sir salaf kita insyaallah kita dapatkan. فلم يحصلون على هذه الأنوار والأسرار والأنوار والبركات إلا حتى بعد موتهم، إلا بعد المجاهدات والمكافحات وقيام الليل في الدياجر. Keberkahan yang mereka dapat aslafun salihin, cahaya rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapatkan itu semua kecuali dengan betul-betul mereka bekerja keras di dalam menuntut ilmunya Allah. قال الإمام الحداد لم نحصل على هذا بمفاخذة النساء وبالنوم مع النساء. Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kita tidak mendapatkan makam yang begitu tinggi seperti ini dengan kita hanya kumpul dengan istri kita di rumah. وإنما بسهر الليالي قال وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر. Maka Imam Al-Haddad mengatakan kita dapat hal tersebut dengan kita selalu bekerja keras di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sabar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu wasiatkan kepada orang lain untuk selalu bekerja keras dan sabar di dalam ibadah kepada Allah. وقال فيهم قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمضجع. Bahkan dikatakan apabila malam telah tiba, ada sebagian orang yang tetap seperti tiang-tiang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. بل تلقهم عمد المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي. Yang mana di malam tersebut mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdiri sujud ruku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولك الغافل المتوزع. Mereka sibukkan diri mereka untuk membaca ayat suci Al-Quran dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبع. Dan mereka selalu mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan tabi'in, maka pelajarilah apa yang telah mereka kerjakan. ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزع. Mereka selalu mengikuti aslafun salihin, langkah demi langkah sesuai dengan langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkataan atau perbuatan kecuali sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكل آبائنا وآباكم وأهلنا وأجدادنا وأجدادكم أيها الحبايب الموجودون في إندونيسيا من الحبش والحداد والسقاف والمحضار والعيدروس، عندما أتوا إلى هذه البلاد لم يأتوا بالديسكوتيك، وإنما جاءوا بالمولد وبالإسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا الإسلام إلى هذه البلاد. وإنما هولندا جابت لكم ديسكوتيك والرقص والمجون والويسكي والخمر والعياذ بالله. Aslafun salihin terdahulu dari kalangan Al-Haddadnya, Al-Habsyinya, bin Syahabnya, Al-Attosnya, dan habaib-habaib terdahulu pada saat mereka datang ke negeri tercinta kita Indonesia ini, apa yang mereka bawa? Ternyata mereka tidak bawa apa-apa kecuali Islam. Yang mereka bawa adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Yang mereka bawa adalah akhlak Rasulullah SAW. Mereka mengenalkan kita bagaimana adab Nabi, akhlak Nabi, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang dibawa oleh mereka. Tetapi beda dengan orang-orang lain. Mereka datang ke negeri Indonesia, mereka merusak Indonesia dengan membawa minum-minuman keras. Mereka membawa adat istiadat seperti joget-joget dan yang lainnya. Tetapi aslafun salihin terdahulu
datang ke sini dan menanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالفرق شاسع فشتانا ما بين الهولنديين والحبايب فشتانا بين هذا وهذا فشتانا بين مشرق ومغرب. Maka perbedaannya sangat amat jauh ya antara orang-orang luar dengan para aslafun salihin pada saat mereka masuk ke negeri tercinta kita ini, apa misi mereka dan apa misi aslafun salihin. وعلينا جميعا أنتم أيها الإخوان هنا وأنا أولكم لا نغتر بلباسنا ولا نغتر بهذه المقامات ولا نقول أن لنا فضل فيها، لا، الفضل لمن تقدموا في هذا المضمار في هذا المكان. Maka tidak ada satupun di antara kita mungkin yang hadir, bahkan saya sendiri kata Al-Habib Jailani merasa bangga dengan pakaiannya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki sekarang. Ketahuilah semua yang kita miliki sekarang ini merupakan keberkahan dan perjuangan aslafun salihin terdahulu. Wa ma nahnu illa naslu fi tariqihim wa nahnu jinat min jinatihim. Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi man la salak fi tariq ahlihi tahayyam wa dha'af ya furu' an-nabi siru 'ala al-ittiba' khallu al-qadam bil-qadam wahdharu al-ibtida'. Maka kita ini hanya mengikuti apa adat istiadat aslafun salihin yang mereka tanam di negeri kita. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, orang yang mencintai aslafun salihin itu adalah orang yang selalu mengikuti apa yang mereka kerjakan. Langkah demi langkah mereka ikuti, langkah ataupun perkataan, perbuatan mereka ikuti. Karena dengan tidak mengikuti langkah-langkah mereka, maka kita sudah hilang dan lalai waliyadzubillah. ومن أيام قليلة ودعنا شهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر الموائد الدسمة، موائد الخير. قال الحبيب علي بن محمد بن الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن يرد في شهر فيه النبي المختار طه ولد. Yang mana alhamdulillah 1 bulan penuh kemarin kita melewati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ini adalah hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagi sesiapa orang yang menginginkan hidangan tersebut, maka datanglah ke acara-acara tersebut karena keberkahan besar yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu illa abna al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa abna al-Utra al-Tahira fa alaina المسؤولية كبيرة وعظيمة يا أخواني يا أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا، المسؤولية عظيمة. لا تقول أنا ابن الرسول، أنا ابن فاطمة الزهرة. هذه مسؤولية عظيمة كبيرة تتحملها، ليست بسيطة أن تنتبه إلى هذه العترة الطاهرة. Maka banyak dari kita mungkin anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dari kita yang merupakan pecinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang yang sudah menjadi anak keturunan Nabi Muhammad atau menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang mengaku cinta pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan visi misi yang dijalankan oleh aslafun salihin sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahnu illa natashabbah bihim in lam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka kita paling sedikit, kata beliau, kita ikuti adat istiadat mereka, pakaian-pakaian mereka, karena dengan mengikuti atau memiripi diri kita dengan mereka, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. وقال الإمام الحداد في أهله وأسلافه قال محبتهم ديني وفرضي وسنتي. Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dengan cinta kepada aslafun salihin ini merupakan agamaku, merupakan kewajibanku untuk mencintai mereka. Dan kepegangan yang terkuat yang saya miliki dan apapun yang terbaik yang saya miliki yaitu aslafun salihin. وعلينا أن نسلك مسلك آبائنا الكرام ولا نطيل عليكم، ولكن في الأخير أعطيكم نصيحة أرجو أن تسمعوها وتعوها وتنتبهون لها كل واحد كبيرا وصغيرا شيبة وشبابا. Maka beliau mengatakan jangan pernah tinggalkan aslafun salihin, ikuti jalan-jalan mereka, ikuti langkah-langkah mereka. Dan beliau mengatakan di terakhir, ya, saya tidak mau berpanjang lebar, tapi saya mau memberikan satu nasihat yang sangat amat penting, tolong didengarkan dan diikuti.
الآن نحن كلنا في حولية الحبيب عبد الرحمن الحبشي سواء. Hari ini kita sedang menghadiri Hall Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, betul? وهي ذكرى حزينة لا شك أن ذكرى موت وليست ميلاد كمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Yang tidak diragukan lagi ini merupakan peringatan mungkin menyedihkan karena adanya meninggal. واجتمعتم هنا كلكم للتبرك وحصول الأسرار والأنوار من ذلك الحبيب صاحب المقام، وجزا الله خير أولاده وأصباطه وأحفاده أنهم أقاموا هذا المجلس العام ويحصلون إن شاء الله على الخير والبركة لذلك. Dan tidak ada tujuan lain pada saat kita menghadiri tempat seperti ini, tujuan kita untuk mendapatkan keberkahan dari sahibul mogam. Maka beliau mengatakan berterima kasih banyak kepada anak keturunannya yang sudah membuat acara seperti ini, yang mudah-mudahan kita nggak berdiri dari tempat ini kecuali semuanya mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. والحوليات ما شاء الله عندكم في إندونيسيا كثيرا في كل مكان تقام الحوليات لمن تقدم من القوم الكرام. Dan alhamdulillah di Indonesia di mana saja banyak ulama-ulama yang mengadakan haul-haul daripada orang-orang terdahulu agar kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. وتقدمون في تلك الحوليات ما شاء الله من ما لذ وطاب من ناس يقورين داقين إيكان ما شاء الله كل خير وبركة تقدمونها والأير والعيس ما شاء الله لروح ذلك المنتقل إلى الله سبحانه وتعالى كالحبيب عبد الرحمن يصل ثوابه إليه. Yang mana alhamdulillah dari majlis ke majlis mungkin dari tempat ini pasti bakal dihidangkan makanan-makanan yang begitu luar biasa, minuman, es dan yang lainnya. Ini tujuannya pahalanya agar diberikan kepada sahibul haul yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. وهذه نعمة أنعم بها الله عليكم يا أهل إندونيسيا بهذه النعمة العظيمة، الأكل والمشروبات والخير العميم. أكرمكم الله بها ولا نريد الله أن يسلبها منكم. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat amat besar buat orang Indonesia. Makanan luar biasa, minuman luar biasa. Harapan beliau mudah-mudahan kenikmatan tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا كنت في نعمة فرعها. Maka kata para ulama, kalau kita sedang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut. فإن المعاصي تزيل النعم. Hati-hati dengan kita bermaksiat kepada Allah, maka nikmat tersebut Allah bisa cabut. وحافظ عليها بشكر الإله. Maka bagaimana cara menjaganya? Selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن الإله سريع النقم. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu cepat mencabut nikmat dari kita. الموضوع وما فيه الآن فيقدمون لكم ناسي داقين ما شاء الله من الخير والبركة تأكلونه وتضعونه أمامكم. Maka yang saya mau katakan sebentar lagi mungkin makanan bakal keluar di hadapan kita ya, daripada nasi, daging dan yang lainnya bakal kita makan habis ini. تضعونه بترتيب ما شاء الله كل واحد يضع الصحن تحته حتى يأكل ويتهنى بأكله. Dan pada saat diletakkan itu hidangan makanan itu luar biasa, tertib, rapi makanannya. وما أن تأكلون وتشبعون حتى تقومون وتدعسون النعمة بأرجلكم. Yang jadi masalah kata beliau adalah banyak dari kita yang tadinya makanannya rapi bersih, pada saat kita selesai daripada acara ini banyak dari kita yang menginjak-injak makanan tersebut. فمن يدعس النعمة سيأتي يوم وتدعسك. Yang mana siapa orang yang menginjak nikmat-nikmat tadi, maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bakal buat kita butuh daripada nikmat tersebut. Kaifa tad'asak an-ni'mah? Bagaimana kita bakal diinjak oleh nikmat tersebut? Tuslab minka an-ni'mah yuslibha Allah, karena Allah yaqul Subhanahu wa taala akramtak wa haramta ghairak. Bagaimana caranya pada saat kita diinjak, dibalik oleh nikmat tersebut? Maknanya pada saat kita diberikan nikmat tapi kita tidak jaga, maka dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu akhirnya kita menjadi orang yang kelaparan. Wa nasihati lakum mithla ma wud'at as-suhun tahtukum tarfa'una qabla an taqumun.
Maka nasihat saya, kata beliau, pada saat kita makan, sebagaimana diberikan kita dalam keadaan rapi, jangan berdiri kecuali sudah bersih apa yang di depan kita. ولا تجعلون الرز هنا وهنا الناس متناثر في المكان وتلحقون برجولكم فستندمون يا أهل أندونيسيا ندما ليس بعده ندما إذا استمريتوا على هذا الحال. والبركة لن تصل إلى الحبيب عبد الرحمن، والحبيب عبد الرحمن سيغضب عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيغضب عليكم إذا أنتم تدعسون النعمة. أنتم لا تشعرون بها هذا الآن، ولكن سأتيكم بالخبر اليقين الآن. Maka jangan sampai makanan itu berantakan, diinjek-injek oleh siapapun yang lewat setelah majelis ini diselesaikan. Karena ingat, nikmat tersebut akan membuat sahibul haul Al-Habib Abdurrahman ini marah kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW pun bakal marah kepada kita. Mungkin sekarang kita nggak merasakan nikmat tersebut dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengatakan saya bakal ceritakan banyak daripada negeri-negeri yang memiliki nikmat yang berlimpah tapi mereka sekarang ini kelaparan. والبارح بأم عيني رأيت ذلك مع الأسف الشديد في بيت أحد من الحبايب، والبارح في كل مكان في اندونيسيا هكذا تقومون وتعسون النعمة وأرجلكم بعد ما تشبعون بطونكم. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، حذاري حذاري إن الله يمهل ولا يهمل. Maka tadi malam, kata beliau, dan banyak daripada tempat-tempat ya, acara-acara seperti ini, banyak makanan-makanan yang diinjek-injek, bahkan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha memberi dan maha mencabut kenikmatan tersebut. فلو أحد منكم رأى ستو ناسي في الأرض ارفعها يرفعك الله. Maka sebenarnya kalau kita melihat satu butir beras aja atau nasi yang ada kita angkat, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظك الله ويعطيك أفضل منها. Bakal dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal diberikan sesuatu yang lebih daripada itu. وإذا لم تكترث بها ستندم ولا تجدها في يوم من الأيام. نحن نقول إن شاء الله لا تصابون يا أهل اندونيسيا بهذه المصيبة، ولكن إذا استمريتوا على هذا الحال تدحقون النعمة، الأنهار ستنضب وستكون هذه الناس كلها تزرعونه تعتمد على مياه الأنهار. من أين ستسقونها؟ من ناسي ما شاء الله، فطور ناسي، غداء ناسي، عشاء ناسي، كل أكلكم ناسي 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 ناسي. إذا هذا ناسي بعد ما الله سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة عليكم خلاص tidak ada nasi, tidak ada makan. Masya Allah, antum masya Allah, di kulli makan makan, masya Allah, tabarakallah. Maka kalau ada di antara kita yang lalai, kalau ada makanan seperti ini dibiarkan, diinjak-injak, kata beliau, suatu hari kita bakal nyesel, kata dia. Kita nggak bakal mendapati makanan yang nikmat seperti itu, kita bakal menjadi orang yang kelaparan. Tapi harapan beliau, mudah-mudahan kenikmatan di Indonesia tetap bakal dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal berhenti-berhenti, tapi betul-betul kita harus jaga kenikmatan tersebut sebaik-baiknya. Karena jujur, kata beliau, di Indonesia Masya Allah, di setiap tempat makannya nasi, mau pagi nasi, siang nasi, malam nasi, sore nasi. Maka mudah-mudahan kenikmatan tersebut Allah selalu jaga buat kita semua. فمن يكفر بأنعم الله الله يذوقه لباس الخوف والجوع بما عمل. Karena orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Allah akan membuat orang tersebut menjadi orang yang kelaparan. الصومال أفريقيا، السعودية، المملكة العربية السعودية، بلاد الحج هناك كانت السعودية فقيرة جدا، والصومال أفريقيا كانت هي التي تصرف على السعودية. والآن تعالوا شوفوا ستو حبة ناسي قورين تدعادا ما في عندهم أبدا، يريدون أير تدعادا، يريدون أي شيء ما في أبدا. هذه نعمة عليكم، إذا فتحت هذه القارورة تشرب منها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ماء الحياة عليك. إذا فتحتها تشربها كلها أو تغلقها وتأخذها معك، لا ترميها في الأرض يدعسونها برجلهم. سيأتي يوم تقول هذا أير هذا أير هذا أير. انتبه، الله لنا بالمرصاد، الله موجود يراك حيثما تكون. إذا تقدر النعمة هذه الآن، هذا ماء حار بنص، الله يعطيك ماء بارد دنيا ما شاء الله، وتقول الحمد لله.
Dan banyak negeri-negeri seperti Somalia dulu, Saudi Arabia itu satu negeri yang begitu miskin. Ya, mereka mendapatkan kekayaan itu dari negeri Somalia. Tapi sekarang kata beliau, Somalia itu kalau mau cari makanan satu butir nasi aja sulitnya luar biasa. Mereka kelaparannya luar biasa. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jagalah nikmat ini. Harapan beliau jangan sampai kita menjadi seperti negeri-negeri yang tadinya negeri kaya raya menjadi negeri yang kelaparan, waliyadzubillah. Bahkan beliau banyak menemui, kadang aqua kalau dibuka, ya kata beliau, mau dihabiskan atau kalau nggak habis tutup lagi, kalau nggak dibawa ke rumah, jangan dibiarkan. Karena banyak orang kalau ngelihat itu aqua setengah, mungkin mereka nggak bakal minum lagi, bahkan dibuang. Ini merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah nikmat tersebut. فكانوا الصومال ماذا يعملون حتى ابتلاهم الله بالفقر؟ كانوا يذبحون الكامبين، يذبحون الخروف ثم يأخذون فقط من أحشائه الكبدة فقط، وبقية الخروف يرمونه في الزبالة. Apa sih yang mereka lakukan? Padahal Somalia dulunya kaya raya, makanannya banyak. Ternyata mereka pada saat motong kambing atau motong domba, yang diambil hanya ati kambingnya, sisanya dibuang ke sampah semuanya. فعليكم الحفاظ. وأيضا هناك بلاد عربية أخرى اسمها لبنان. Dan juga di sana ada negeri Libanon yang merupakan negeri daripada salah satu negeri yang di negeri Arab. فهي من أجمل الدول العربية، كانت فيها الخير والبركات ما شاء الله من أحسن ما يكون، والبواه وغيره كل شيء. Yang mana di Libanon itu dulunya makanan begitu banyak, buah-buahan, makanan yang lezat-lezat luar biasa, dan negerinya merupakan negeri yang indah dulunya. فكان الواحد منهم يأخذ البواه أبل تفاح من الشجرة ويأكل منه شوية خش شوية، ثم الباقي منه يشوته مثل فوتبول، مثل كورة. فذاقهم الله الباس الجوع بما عملوا. Nah, dulu di Libanon dibilang mereka merupakan negeri kaya raya, buah-buahan banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka tuh kalau makan apel, mereka baru makan sedikit daripada apel tersebut, sisanya mereka tendang, dijadiin bola sama mereka. Sekarang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang mereka miliki tidak ada sedikit. Lebanon الآن ما في لا أكل، ما في tidak ada makan، tidak ada air، tidak ada فلوس، ما في ريبو، ما في شريبو أبدا، جوع موت. لماذا؟ لأنهم هكذا ما شكروا النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله. وأرجو منكم يا أخواني أن هذه بداعي المحبة نقول لكم ذلك، ولا نتمنى أن الله يسلب تلك النعمة عليكم. Maka apa yang menyebabkan mereka itu fakir, miskin, mereka nggak ada makanan, nggak ada minuman, bahkan mereka tuh minta-minta. Mereka menjadi negeri yang fakir, yang negeri yang miskin, sebab mereka tidak menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang Indonesia, saya mencintai kalian, kata Habib Jailani, jagalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, siapa orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah teramat sangat pedih. فأنتم شعب طيب محترمين ما شاء الله تبارك الله، وربنا موفقكم لحضور مجالس الخير، فلا تحرقون مجالس الخير وأعمالكم بهذه الحركات التي ليست هي طيبة عند الله وليست مقبولة لا عند الله ولا عند من تقدم من أهلنا وأسلافنا. Maka kita Masya Allah dipuji oleh Habib Jailani. Indonesia ini orangnya sopan santunnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, majlisnya begitu banyak, dari satu tempat itu pada mencintai majlis-majlis seperti ini. Maka jagalah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, dibenci oleh para as-salafun as-salihin. Jagalah nikmat dari Allah, kelak kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. فعندما يضعون الأكل أمامكم ما نريد أحد يأتي من هناك مشان يقبل حبيب جيلاني ولا حد من الحبايب. هذا ما هو الخير والبركة وتوصلك حق التقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الآخر هناك. Maka kata beliau Al Habib Jailani,
Kalau pada saat nanti makanan tiba, makanan sudah selesai, saya nggak pengen kalian cium tangan saya, tapi jagalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga nikmat tersebut kita sama saja sudah mencium tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رجاء خاص عندما يقدم لكم الآن الأكل لا تتركون الأكل متناثر يمين وشمال، ارفعوا أول شيء الأكل وأوصلوا إلى المطبخ ثم تحركوا حيثما تشاءون. فمن دحق النعمة انتظر، ستأتي يوم حتى نظرت إلى هكذا شوف الصحن هذا وتضحكوا وهذه النعمة تضحكها برجلك، انتظر اليوم اللي سيأتيك لن تحصد ناسي غورين. Maka harapan beliau ya, setelah nanti kita makan makanan, jangan sampai kita berdiri kecuali makanan tersebut sudah diangkat, sudah dirapikan betul-betul tidak ada, sampai agar kita tidak sampai menginjak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau memang kita sampai tetap mau menginjak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kelak suatu hari kita nggak bakal dapat sebutir makanan, waliyadzubillah. وهذا الماء عندما يقدم لك إذا لم تكمله خذه معك إما إلى بيتك أو اسقبه شجرة أو ضعه للعصافير والطيور كي تشرب منه وتحصل بذلك الأجر والثواب. والذين قدموا هذا مثل حول الحبيب عبد الرحمن يحصل على الأجر ويوصل لثواب المرحوم الحبيب عبد الرحمن. أنت حضرت هنا لتأكل أو تريد الأجر والثواب؟ كلنا نريد الأجر والثواب والمغفرة للذنوب والستر العيوب والحصول على كل الخير إن شاء الله. Begitu juga minuman yang dihidangkan kepada kita, kita habiskan atau kita bawa pulang. Mungkin kalau kita nggak minum pun, kasih kepada tumbuh-tumbuhan atau kasih kepada hewan yang ada di jalan sana. Intinya minuman kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena harapan kita jujur, kata beliau, tidak kita datang ke sini dengan tujuan hanya makan dan minum, tapi kita mau mendapatkan, gak berdiri dari majelis ini kecuali dosa kita diampunin sama Allah, hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. أرجو أن رسالتي قد وصلت إليكم ولا تكون قد دخلت من هنا وتخرج من هنا. Dan harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul dapat kita amalkan. Jangan sampai apa yang saya sampaikan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. وبهذا نختم لكم بالدعاء. آمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا طرفة عين. يا حي يا قيوم، احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأحوال في الدين والدنيا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Tes. Ma'asyiral habaib wal masyaikh wal asatis yarhamni wa yarhamkumullah. Susunan acara selanjutnya yaitu doa penutup yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Fadilatul Habib Al Ustadz Umar bin Abdul Aziz bin Syahab yang diwakili oleh Al Habib Muhsin bin Abdullah Al Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأطراف العظيم وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما وما جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Cek. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku MC meminta maaf dengan segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mohon ampun. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Jikalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Allah. Bagi para jamaah, bikin 4 halakoh, 4 firqoh. 1 nampan 4 orang. 1 nampan 4 orang.